السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. اليوم حبيت نشارككم طريقتي باش نستعملوا تكون مخدومه بالطين اول مره. كيفاش نستعملوه اول مره، ما هي الخطوات اللي نستعملوهم باش يشد لنا مده طويله وما يتكسرناش وما يتشققناش. بيان سور نروحوا لاول حاجه كما راكم تشوفوا نعمروا الطاجين تاعنا حتى للفم هكذا يفيق كما راكم تشوفوا، والغطاء كيف. الا كانت عندكم باسينه كبيره ديروهم في باسينه كبيره، انا ما عنديش قسمتهم، واحد درتو في باسينه كما راكم تشوفوا الغطاء، والاخر درتو في باسان هكذا. نعمرو كامل بالماء ونخليه ليلا كومبلي ومن بعد نكمل الوصفه ان شاء الله. الماء بيان سور لازم يكون بارد من العين ماشي سخون هكذا، وتغطى كامل بالماء، وهذا كيف تغطى بالماء. نخليهم ليلا كومبلي ونكملوا الوصفه ان شاء الله غدوه. هنا بعد اللي بقات ليله عاودنا الليله هكا نشلو ونخليه ينشف. نديرو هنايا هنا خليه ينشف، وثاني الغطاء نفس الشيء هكا نخليه ينشف، ومن بعد نزيدو نكملو الطريقه ان شاء الله كيف هكذا. بعد ما قطر من الماء شويه نعاود نمسح له هذاك الماء المتبقي غير بالبابي هكا. خليته واحد 10 مينوت ولا 20 مينوت يقطر كما راكم تشوفوا. هنا نجيب كميه تاع الزيت، هنا ندير انا زيت زيتون. ديري اي زيت تكون عندك، مام تكوني خدمتي بها طيبتي بها معليش. نديرو قيس واحد 5 مغارف 6 مغارف تقريبا، فنجال تاع زيت، ونمسحو به كامل الطاجين تاعنا كما راكم تشوفوا. هذه كميه كافيه هكذا. مام الغطاء نجيب الغطاء كيف ونمسحوه من الفوق ومن الداخل هكذا، مام الداخل نمسحوه بهذه الطريقه هكذا. نكمل انا نمسحو كامل ونعاود نولي لكم. هنا بعد اللي مسحته كامل بزيت زيتون هنا ويزلق بالك وبرك هكذا الغطاء وهو وملور حتى من تحت، درت له كامل زيت زيتون تقريبا 5 مغارف حتى 6 مغارف، فنجان صغير تاع زيت هكا. تكملوا كامل تحكوه مليح بديك الزيت زيتون وتخلوه من 5 سوايع حتى ليلا كومبلي. تقدروا تخلوه ليلا كومبلي وهو هكا يتشرب كامل هذيك الزيت كما راكم تشوفوا راهو معمر بالزيت هكذا. انا نخليه ليلا كومبلي ونعاود نولي لكم ان شاء الله. من الاحسن ليلا كومبلي. هنا بعد اللي جازت عليه 24 ساعه هكاك وانا دايرته غير بزيت زيتون، دهنته بزيت زيتون. دوكا نشعل الفرن تاعي الكويزينيير، نشعلو 5 دقائق ونطفيه وندخل الطاجين تاعي فيه. لازم الحراره ما تكونش عاليه بزاف، تكون منخفضه كما تقدري تكوني ديجا شعلته من قبل، ومن بعد ديريه داخل الكويزينيير داخل الفوغ. كما قلت لكم الكويزينيير راهو دافي، درت فيه الطاجين نغلق عليه ونخليه حتى يبرد تماما. لازم يبرد كامل كما حنا نقولوا هذاك الطين تاعو يكمل طيابو في الفرن هكذا. هنا كي خرجت الطاجين تاعي من الفرن شوفوا كيفاش نقصلو بزاف هذاك الزيت اللي كانت فيه، وهنا راه واجد برسك واجد باش نطيبو فيه. هنا برك نغسلو نعطيلو غسله هذا مكان ونطيب فيه، نشفو مليح ونطيب فيه. وهذه هي الطريقه اللي نستعملها انا توجور كي نشري الاواني الطينيه.
باش تبقى لنا مده طويله. وكاين ثاني نصيحه واحده اخرى، انك ديريها على نار متوسطه ولا تكون قليله باش ما يترتقلكش، ما يتكسرلكش في الجوانب ولا في الوسط. وثاني كي تحبي تمرقي توجور تمرقي بالماء سخون، وما كي تطفيلو ما ديبلاسيش ديريكتومون في جهه واحده اخرى، خليه حتى يبرد شويه وتقدري ديبلاسيه. هذو هما كانوا النصائح والطريقه. ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو، ونقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.